من هو الزوج المثالي في نظر السيدات في الدنيا دي كلها؟ أولا إنه يحترمها كإنسانة، صرف النظر إنسانة لها احترامها ولا تقدير. اثنين، أنها رفيقة عمره وزوجته ما هي موظفة عنده يقول عليها كلام كثير ويصدر أوامر. ثلاثة، إنها أم العيال القريبة من قلبك، هي ربة الأسرة اللي بتحافظ على سرك وعلى خصوصيتك في حياتك كلها وراحتك. إنك تحترم أهلها حتى لو لم يكن هناك الحب الكبير، لأن هي بتفتخر بأهلها، فما ينفع كل بعد شوية لا مؤاخذة تتعدى على أهلها بكلمات ما هي مضبوطة. الله يرضى عليكم، أخدم واحترم صديقاتها بقدر المستطاع، وما يصير انتقادات كلمات جارحة كثير على صحباتها كويسات. ليش أنت بتتأمر عليها في حاجات معينة ولا ما تروحي مع صحباتك إلا إذا كان لا قدر الله في سلوك معين أنت خلاتك تخرج على الخط. تجنب فرض الرأي وبالقوة، فهناك مساحة للنقاش، مساحة للسماح، مساحة للهدوء. خذ ودي معها، ما في مشكلة، مو شرط انك تكون في الاخر صح. احترم خصوصياتك كما تحترم هي خصوصياتك. يعني البيوت اسرار، فلازم نرتب الامور هذه كلها. اسعد بالازواج اللي يحترموا زوجاتهم احترام كبير، التعامل راقي جدا، لانه هذا كله حيأثر على اسرتهم وعلى اولادهم وعلى بناتهم.